السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل صينيه فراخ بالبطاطس باذن الله، تكون سهله وبسيطه والمكونات بتاعتها كلها اكيد موجوده عندنا. هنبدا بايه؟ طبعا فراخ، بطاطس، طماطم، بصل، فلفل، ومعاه توم وليمونه، ومعاه بصل ديت عشان نتبل الفراخ. طبعا البهارات اللي معانا النهارده ان شاء الله معانا اول حاجه معانا فلفل اسمر، معانا كمون، معانا ملح، معانا هنا السبع بهارات، معانا بابريكا، معانا بهارات لحم. دول البهارات اللي هنشتغل عليها ان شاء الله. اول حاجه هنشتغل عليها دلوقتي هنتبل الفراخ. طبعا هنتبل الفراخ الاول بايه؟ هنتبلها ببصل مقطعاه او مبشور براحتك انت. هنحط شويه فلفل اسمر، شويه كمون، شويه بهارات لحمه، على طبعا الملح ده راجع لك انت بقى. هنعمل ايه؟ هندعك البصله عشان نتبل الفراخ قبل ما نعمل الصينيه، تمام؟ عشان ده بيدي لها طعم وريحه حلوه قوي. ان شاء الله تكون كده ايه صينيه بطاطس بالف هنا وشفا، تكون طعمها حلو وجميل وتنال رضاكم ان شاء الله. هنتبل الفراخ اهيت، هنتبلها. تمسكي بقى ايه، تدعكي كده الفراخ، تحطي تحت الجلد كده اهي زي ما انا بعمل. هنسيبها بس 5 دقايق على ما نعمل ايه صينيه البطاطس نركبها. طيب في هنا ايه الاول، اول حاجه هنعمل ايه؟ هنحط شويه بصل في الارضيه، تمام؟ هننزل البصل ومعاه الطماطم، معاه الفلفل، هنحش طبعا الليمونه دلوقتي، الفلفل ومعاه الثوم، ماشي؟ وهنعمل ايه؟ هننزل بالبهارات، هننزل الملح، شويه كمون، شويه فلفل اسمر، ماشي؟ طبعا شويه بابريكا، شويه بهارات لحمه، وطبعا عادي ما تستغربوش، والسبع بهارات. وهندعك ده كده الاول مع بعض لحد ايه كله ما يندمج في بعض. وهننزل عليها طبعا ايه البطاطس برضه، هننزل على البطاطس برضه بنفس البهارات، تشكيله بسيطه كده، السبع بهارات، شويه ملح، شويه برضه كمون، فلفل اسمر، السبع بهارات، شويه ايه بهارات لحم. هي دي التشكيله بتاعتنا، وهنقلب كله مع بعض، ماشي؟ اي طبعا حابه تحطي بهارات اضافيه، انت عايزه تحطي اي حاجه حطي، انا هستكفى كده. حابه تحطي بهارات فراخ حطي. ده كده الشكل ايه النهائي بتاع الصينيه بتاعتنا. يبقى احنا حطينا ايه؟ قطعنا بصل وفلفل وطماطم، وعليها فصين توم، وحطينا عليها بهارات، حطينا ملح، حطينا كمون، حطينا بهارات فراخ، قصدي بهارات لحمه، حطينا السبع بهارات وشويه بهارات من بتاعه اللحمه، بس كده في الصينيه تمام. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ طبعا احنا قلنا هندبل الفراخ بالبصل، تمام؟ اهو مش هنرميه ولا حاجه، لا، هنرص كده ايه. طيب هنعمل ايه؟ هنعصر بس ليمونه كده اهيت، وعلى فكره انا بحط القشر معاه، ما بيعملش حاجه، بيدي طعم حلو قوي للفراخ. طيب وهنعمل ايه تاني؟ شويه بهارات من اللي انا عاملاهم دلوقتي على وش كده ايه الفراخ والصينيه. والملح يا جماعه حسب بقى، ملحي انت، ده انت عارفه بقى، مثلا انت بتحبي الملح زياده، بتحبيه ناقص، ده راجع لك انت يا حبيبتي. طيب الفراخ ديت عملناها ازاي؟ هي كده الصينيه خلصت. عملنا ايه؟ قطعنا بصل، قطعنا طماطم، قطعنا فلفل، قطعنا بطاطس حلقات زي ما انتم شفتوها، وايه، وعملنا عليها بصله، جبنا بصله قطعناها او تبشريها زي ما تحبي. حط عليها شويه فلفل اسمر، شويه كمون، شويه ملح، شويه سبع بهارات، ودعكيها، واقوم رايحه متبله الفراخ زي ما انا عاملاها كده، تمام؟ رصينا الصينيه وظبطناها، هنغطيها. طبعا الزيت ده مش هحطه دلوقتي، في النهايه خالص. طيب لو انا عايزه احط صلصه حطي، ده راجع لك انت، انا هعملها كده بالشكل ده. حابه تزودي حاجات انت من عندك حطي، ما ترتبطيش باللي انا بعمله، اي حاجه انت حباها اعملي. يعني عايزه تزودي بهارات زودي، مفيش اي مشاكل، تمام؟ هنغطي بقى الفراخ. طيب قبل ما نغطيها هنعمل حركه بس بسيطه صغيره. طبعا يا حبايب قلبي انا بس معلش تعليق واحد بس نسيت اقول لكم، حطوا ورق لورا، انا حطيته لان كنت نسيته. طبعا لو انت حطيتها دلوقتي وعليت عليها النار هتقوم محرقه منك. طب اعمل ايه؟ هحط نص كوبايه ميه في الجناب، مش على الفراخ كده اهي، عشان انت لو عليت عليها بس تغلي بعد كده خلاص الفراخ هتنزل اصلا، لان هي بتنزل ميه كتير، مش محتاجين ميه كتير، هي بتصرف ميتها وبتسويها. البطاطس ما تكونش رفيعه بالحجم ده كده عشان تستوي، على ما الفراخ تكون استوت تكون البطاطس استوت.
طبعا ومعاها رز، هيبقى معاها رز ابيض ومعاها ايه، ومعاها سلطه. تمام. حابه تحطيها على، انا هعملها على البوتاجاز وبعد كده تدخلها الفرن مع ريحه زيت. طب لو انت عايز تدهن الوش بصلصه ادهني، ما عندكش صلصه وعايز تدهني بكاتشب على وش الفراخ بيبقى رائع وجميل. ماشي. هنعمل معاه ايه؟ هنعمل معاه رز ابيض وسلطه، والموجود بقى عندك يعني ايه ده راجع لك انت يا حبيبه قلبي. طبعا عايزه اشكر كل اللي دخل على القناه جديد واشترك، شكرا لك بجد. ربنا يسعدك ويسعد ايامكم يا رب، اللهم امين. وان شاء الله يا رب اللي داخل جديد ما ينساش يشترك ويفعل زر الجرس ويحط لايك ويفعل زر الجرس، وما ينساش يشترك في القناه عشان يجي له كل جديد من عند اميره حسن. يلا نولع عليها وبعد كده نبقى نرجع ايه لما الفرخه تستوي. طبعا انا قلت الزيت هحطه فين في الاخر. انا عصرت ليمونه بس ما حطيتش عليها خل ولا اي حاجه، لان انا اصلا كنت نقعاها في ميه وليمون وخل. هنعلي عليها بس اول 5 دقائق. طبعا السوا ده بقى لا، السوا بقى انت كل شويه كده يعني مثلا نص ساعه، نعدي على نص ساعه شوفيها بص عليها. ماشي. وطبعا عاملين معاها رز ابيض. طب الرز الابيض اتعمل ازاي؟ طبسيه رز. الرز المصري بتاعنا دايما بيبقى يحب شويه ميه زياده، يعني طبسيه لا طبسيه وربع. طب انا الرز بتاعي ما بيقبلش، اكيد انت كل واحده في بيتها عارفه الرز بتاعها بيقبل ولا ما بيقبلش، ده على حسب اللي انت بتعمليه. تمام. طبعا انا مولعه عليها دلوقتي 10 دقائق بس، تسمعي صوت الغليان وتهدي عليه لحد ما تستوي خالص. ارجع لكم بقى نشوف شكلها النهائي. اللي طبعا البطاطس استوت خالص اهيت. طب انا اعرف ازاي؟ والفراخ نفسها بص، حطي المعلقه كده وبقى اي حاجه اعمليها فيها. طبعا يا خلاص استوت، هندخلها ايه في الفرن تحت الشوايه. طب هنعمل ايه؟ هنحط بس يا دوبك كده تلميعه، بس تلميعه كده. تمام. تتحمر وارجع لكم. هنحط بس ايه معلقه زيت كده على وش الفراخ بحيث انها تاخد ايه تتحمر. ماشي كده يا حبايب قلبي. طبعا انا حطيتها تحت الشوايه. انا قلت اللي حابب يعملها في الفرن يسويها في الفرن، بيحطها على ارضيه الفرن وبيسويها. انا مسويها على البوتاجاز عادي جدا، وبعد كده ادخلوها تاخد الشكل بتاعها النهائي ده. ماشي يا حبايب قلبي. كده بقى ايه هنحاول ان احنا ايه نغرف. طبعا بألف هنا ايه وشفا. ماشي. طبعا هنغرف كده وجنبها ايه من اللي تحت الفرخ. طبعا ده الصوص بقى اللي تحتها بقى بيتاكل بقى برز بعيش، ده راجع لك انت. ماشي. وكده يا حبايب قلبي وصلنا لايه لنهايه الحلقه بتاعتنا. طبعا اللي عايز ياكل برز ياكل، اللي عايز ياكل بعيش ياكل. ودي يا رب تكون حلقه خفيفه وجميله وتنال رضاكم ان شاء الله. شكرا وسلام عليكم.